السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي في قناتي وصفات الاقتصادية لأم وسيم. اليوم حبيت نشارك معكم فطوري تاع البارح. راكي ما راكم تشوفوا درت محاجب خرجوا الله الله ما شاء الله، خرجوا بزاف هايلين. كملوا الفيديو الأخير فضلا وليس أمرا. نطلب منكم البنات كليكيو على زر اللايك هكذا باش تطلع لي الفيديو تاعي. ولكم الأجر عند ربي العالمين. نبداو ونقولوا بسم الله. جبت القصعه تاعي درت فيها 3 بول تاع السميد. انا هنايا السميد درت سيم موالفه نستعمل ماما ما صدتوش، الوغ درت سيم هكذا وعطالي نتيجه شابه كيما شفتوها. درت 3 كيلات تاع السميد رطب، زدت لها ملعقه كبيره تاع ملح وبديت نشمخ بالماء. درت الماء كيلت بنفس الكيله اللي كيلت بها السميد، درت كيله كامله ونص. ومن بعد نشوف يعني اذا كفاني خلاص، الا ما كفانيش نزيد نكمل بشويه بشويه كيما راكم تشوفوا هنايا حتى تنطم لي العجينه. ما لازمش تكون طريه بزاف وما لازمش تكون يابسه بزاف. هنا راني نوري لكم البنات شحال قعد لي من الكيله ثانيه، يعني استعملت تقريبا 2 كيلات. شوفوا شحال قعد لي من الكيله ثانيه. شوفوا البنات انا شفت واحد طريقه عند واحد الاخت في اليوتيوب، قالت لكم ديروا العجين تاعكم هكذا دون دو ساشي، تغلقوهم مليح وتحطوهم في كوكوطه مع ماء سخون، تغلقي عليها هكذا كي تكملي كاع درتي على شغلك كامل تعاودي تولي ليها تصيبيها بلا ما تعجنيها بلا ما والو. شوفوا البنات انا نقول لكم حقيقه، انا حياتي كامل وانا نعجن ما نكذبش عليكم. بصح انا مانيش نكذب هذه الاخت باش نتفاهموا مليح، مانيش نكذب هذه الاخت، بالك هي صدقت لها انا ما صدقت ليش. بصح انا بور موا العجين الا ما عطيتيلوش طريحه شابه هكذا العجين مليح مليح باليد ولا بالبيتران الا حبيتو ما يتسماش عجين. العجين واسمه العجين لازم يتعجن فوالا. الوغ انا نقول لكم الصح البنات هذه طريقه ما صدقت ليش. انا كي درت كامل على شغالاتي درت نفس الطريقه كما قالت هذه الاخت. صبتو هو ما تحرك ما والو، بيان سور تشمخ رطب كثر بصح ما العجين لازم يتعجن. هذه هي. والتكتوكه تاعي بلا ما نهضر لكم عليها تعرفوا كامل ديروا تكتوكه. انا درت بصل وطماطيش برك، كاين اللي يحب يدير لها الفلفل انا ما درتش. درت لها شويه ملح شويه فلفل كحل شويه عكري وشويه طماطيش تاع بواطه وخليتها تبرد. وليت للعجينه تاعي انا هنايا البنات نقول لكم حاجه، عجنت حتى طاحوا اكتافي ما نكذبش عليكم. العجين يتسمى عجين لازم تعجني فوالا. كيما شفتوا البنات هنايا انا شفتوني بلي زدت شويه فرينه، دوك نقول لكم علاه. انا كي درت هذوك لي ساشي صبت ساشي واحد مثقوب بشويه ودخل فيها شويه ما صافي تشمخت لي العجينه تاعي وكنت اضطريت باش نشفها. الوغ زدت لها هكا برك قيس 2 مغارف تاع فرينه هكذا برك باش نشف العجينه تاعي ونقدر نعجنها. كي عجنتها كامل انا نقول لكم حاجه، عجنتها واحد 20 مينوت هكذاك. من بعد بديت نشمخها هكا شويه في الماء، نشمخ برك يدي ونكمل نعجن حتى ترطب لي العجينه ونقدر نقرصها هكذا. خاطش الا خليتو العجينه تاعكم بزاف يابسه ما تقدروش تجبدوها. ومن بعد هكذا نواصل نشمخ برك يديه. هنايا راني نوري لكم كيفاه بدا يدير في النبابل. كي تشوفوا بدا يطرطق ولا بدا يدير في النبابل هذه الطريقه تعرفوها كامل، معناتها العجينه تاعكم خلاص راهو تعجن تري بيان. جبت شويه زيت هكذا نستعن به برك هكذا باش ما تلصقش العجينه في يدي، ودهنت السنيوات تاعي وقرصت العجينه تاعي هكذا تسمحوا لي البنات وقرصت العجينه تاعي هكذا. انا درت الحبات شويه كبار، فينالمون عذبني البوطاجي. انا البوطاجي شويه صغير هنايا كنت عارفوا ديار الكرا كيفاه. هنا غطيت العجينه تاعي وخليتها حتى تريح تري بيان حوالي ساعه. دوك نبدا نفورمي. هنايا جبت الحبه الاولى، جبت الكاغط هذايا باش نستعين به باش يعاونني كي نرفد الحبه تاعي ما يعذبنيش بزاف. نفتح الحبه تاعي هكذا ونركز على الاطراف. حاولوا ترقوا مليح الاطراف هكذا باش ما يقعدلكمش من بعد كي تبداو تغلقوا الحبات تاعكم باش ما يقعدوش هكاك هذوك الاطراف خشان وما تجيش الحبه شابه
ويقعد لكم هكاك ما يطيبوش. فوالا انا هنايا البوطاجي كيما قلت لكم والله غير تعذبت كي بديت نجبد هكا ما ساعدنيش، كان ضيق بصح كوميم راكو تشوفوا النتيجه هنايا. والله غير العجين كي تكون بلاصه واسعه تجبدي حتى للباب كيما قال لك. هنايا طويت هذوك زوج الاطراف كيما راكو تشوفوا. درت التكتوكه تاعي، حاولوا تعمروها تكتوكه هكذا باش ما ناكلوش برك العجين، ونغلقوا الحبات تاعنا هكذا. شوفوا البنات نقول لكم حاجه، المحاجب على الطريقه الجزائريه عندها غوسات وحده وطريقه وحده، الا بدلتي ما تتسماش محاجب جزائريين. هذه هي يعني فيها السميد الملح والماء، هذه هي ما كاش والعجين المليح. المعارك ولا المحاجب يحبوا العجين تري بيان، سينو ما يتسماش عجين. فوالا كما قلت لكم ونأكد على هذه النقطه البنات. هكذا نزيد معكم هذه الحبة هنا البنات. شوفوا حتى طيبت واحد 3 ولا 4 حبات هكذاك باش تفكرت باللي ما كنتش نصور كي كنت نطيب، بصح من بعد صورت لكم هكذا. على بالكم كي تكوني مزروبة ولا كي يدوروا بك دراري وهكذا، الله المستعان يعني دي فوا ما هكذا. فوالا نكمل بنفس الطريقة. صدقوني البنات هذا العجين تجبدي كيما حبيتي، يعني برك والله غير غاضتني كي لو كان عرفت كنت ندير على الطابلة ما نكذبش عليكم. بصح كيفات خلاص بديت هنايا في البوطاجي ما حبيتش نروح نزيد نوسخ الطابلة تاعي بالزيت وهكذاك. فوالا نكمل بنفس الطريقة هكذا هكذا. نحاول نركز على الأطراف، نرقق مليح الأطراف باش ما يقعدوليش هكاك خشان. شوفوا العجينة شحال جات شابة. أنا في الحقيقة كنت ما كنتش ناوية ندير فيديو والله غير دي فوا نصيب روحي ديباسي مي كي شفت باللي وليت نغيب بزاف ما حبيتش نزيد نغيب اكثر هكذا. قلت لازم نصور البنات وندير اون فيديو هكذا يا لو كانت تكون سامبل هكا. فوالا هنايا راني نصور معاكم كي كنت نطيبهم. شوفوا البنات هنايا عندي نصيحة برك البنات على الفرنو كي تجو طيبوا المحاجب تاعكم، شعلوا على الفرنو تاعكم حوالي 10 دقائق قبل ما تحطوا الحبة الأولى وما تبدلوهاش، يعني حطوها متوسطة على نار متوسطة، ما تديروهاش عالية بزاف وماشي هابطة بزاف هكذا باش تطيب لكم نورمال. خاطش الا درتوها عاليه ومن بعد تجو تنقصوا يا تتحرق لكم يا الا جات هابطه بزاف ما طيب لكمش العجينه تاعكم وتيبس فوق الطاجين. نكمل هنا الطياب تاعهم هكذا حتى نكمل الكميه اللي عندي، برك نحركوها هكذا حتى تطيب كامل الحبات تاعنا. هنا طميت لكم شويه حبيبات بيان سور المحاجبين تاكلوا من الطاجين للفم، بصح خليت لكم هكا حبيبات هنايا باش نوريهم لكم. شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها البنات، جاو خفاف بزاف هكذا، ولو كان جبدتهم مليح كانوا يجوا خفاف اكثر من هكا. شوفوا البنات النتيجه راهي قدامكم، خرجوا ما شاء الله شهيتكم في الجنه. شوفوا هاي النتيجة قدامكم، العجينة خرجت بزاف شابة، برك عطوها الوقت تاعها تاع العجين وهكذا تخليكم تجبدوا كيما حبيتوا. شهيتكم في الجنة ان شاء الله. ما تنسونيش برك البنات راني نذكركم باللايك باش تطلع لي الفيديو تاعي فضلا وليس امرا هكا.
دوكا هنايا البنات راني نوري لكم الحبيبات اللي قعدوا لي في الاخير. كي خلاصت لي تكتوكه طيبتهم هكذايا معيركات هكذا باش نشربوا بهم القهوه. شوفوا الله يبارك مخده ما شاء الله، شوفوا كيفاش تنفخت. كي تكون العجينه تعجنت مليح ما شاء الله تعطيكم الطوع وتعطيكم نتيجه بزاف شابه. هكذا نكمل نطيبهم هكا. وانا واش ما قعد لي غير نقول لكم في الاخير نخليكم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ودمتم اوفياء. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.